هو يعني ايه فرانشايز؟ وهل موضوع الفرانشايز ده بيخلي الشركات تاخد قرارات او تدعم قضايا هي مش موافقة عليها شوية؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة مع فريلانسر. من كام يوم ظهر ترند ان واحدة من اكبر شركات الفاست فود في العالم كانت بتدعم كيان معين، وللأسف الفرانشايز بتاعها في مصر انساق معاها، وده خلى ناس تتساءل بشكل كبير: هل الشركة الام بيكون ليها تأثير قوي للدرجات دي على الفرانشايز؟ خلونا الاول نعرف يعني ايه فرانشايز. الفرانشايز ببساطة هو حق استغلال العلامة التجارية لشركة معينة او لكيان تجاري معين من خلال استخدام الاسم بتاعه في مكان معين او دولة معينة مقابل مبلغ مادي معين وتحت بنود قانونية محددة. البنود القانونية دي بتتحدد من الشركة الأم أو الشركة صاحبة العلامة التجارية اللي هيتم استغلالها، وده أمر طبيعي. يعني أنت جاي تاخد العلامة التجارية بتاعتي تمثلها من غير ما تلتزم بشروطي؟ أكيد مش معقول. لحد هنا الموضوع تمام والدنيا ماشية أوكي. لكن لما العلامات التجارية دي بتكون كبيرة وعالمية زي الشركة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، فده بيخلي موقفها في التعاقدات قوي جدا، وبيخلي ليها تأثير كبير قوي قوي، يوصل لدرجة ان صوتها بيكون مسموع في اغلب دول العالم. اللي حصل بقى الفترة اللي فاتت ان الناس كانت متحاملة على الوكيل او صاحب الفرانشايز او صاحب حق استخدام العلامة التجارية في مصر، واتهموه بالعمالة وي. فانا بقى النهاردة جبت لكم بعض بنود عقد حق استغلال العلامة التجارية دي في مصر، وهعرفكم ايه اللي حصل وليه اصحاب الفرانشايز في مصر اتحطوا في الموقف السخيف ده. واحنا لازم نبقى فاهمين، يعني برضه مش هنسيب حد يضحك علينا. ببساطة شديدة الشركة دي في الأساس استثماراتها قبل ما تكون في مجال المطاعم هي استثماراتها عقارية أو في مجال العقارات، بمعنى ان هم زي ما بيدوك حق استغلال العلامة التجارية للمطعم بيلزموك كمان ان انت تاخد منهم المحل اللي انت هتشتغل فيه. وده اللي بينص عليه بشكل صريح البند رقم 9 وجزء من البند رقم 11 في اتفاقية الفرانشايز بتاعت الشركة اياها، واللي بيقولوا او بينصوا ببساطة انه لو انت حابب تاخد مننا الفرانشايز فانت المفروض انك تأجر مننا المحل اللي هو في حيازتنا او في ملكيتنا، او اللي احنا مأجرينه من حد تاني وهنأجره لك من الباطن. وعلى فكرة شروط العقد دي بجد قوية ومجحفة جدا جدا جدا، لان نسب الفايدة فيها مركبة وعالية قوي. وفي حالة ان الناس اللي عايزين ياخدوا الفرانشايز قرروا ان هم يشتروا الفرع او يشتروا المحل ده، انا مش عايزه اقول لكم ان هم بياخدوا ضمانات لدرجه ان هم بيمضوا الراجل ومراته. ده يخلينا نفهم ان اول بند او اول جزء من الربح بعد المبلغ اللي بيدفع علشان الناس تاخد حق العلامه التجاريه او حق استخدام العلامه التجاريه هو مبلغ الايجار، اللي المفروض العقد بينص انه لازم يكون مش اقل من 20 سنه او اتملكه بفوائد مركبه وبضمانات رهيبه جدا. فده اول بند بصراحه استفزني قوي في العقد. تاني بند وكان البند الخاص بنسبة الأرباح، وده الصراحة أنا مش هتكلم فيه عشان الرزق ده بتاع ربنا يبارك له يا معلم. إنما أنا هاجي بقى للبند التالت اللي هو بجد إحنا قاعدين علشانه دلوقتي، اللي استفزني جدا جدا، وهو البند اللي له علاقة بالدعاية والإعلان والتغليف. ده ببساطة شديدة بينص على التالي: أولا إن الشركة الأم هي اللي من حقها تعين شركة الإعلانات والتسويق اللي هتقوم بوضع الاستراتيجية والكونسبت الخاص بالحملات الدعائية والمواد الدعائية الخاصة بالمنتجات. يعني معنى كده ان الشركة الام هي المتحكمة في الكونسبت الخاص بالدعاية، وان الكونسبت والاستراتيجيات اللي هي شايفاها مناسبة بتوصي بيها صاحب الفرانشايز. الدعاية دي بقى بتشمل ايه؟ اعلانات التي في او التلفزيون، اعلانات الراديو، البانرات اللي بتتعلق في اي مكان، المطبوعات اللي بتتحط اندور واوت دور، وخلي بالكوا ده بيبقى شامل معاها بعض مواد التغليف. وطبعا الحاجات اللي انا قلتها دي مكتوبة في العقد انها على سبيل المثال وليس الحصر. مش بس كده، العقد بينص كمان على ان الشركة الام مش هتتحمل تكاليف اي حاجة ليها علاقة بالتسويق والاعلان، وان من المفترض ان صاحب الفرانشايز بيدفع على الاقل 4% من اجمالي المبيعات السنوي بتاعه علشان يغطي الدعاية والاعلان. وهنزود بقى البنود استفزاز اكتر لما نقول ان كل الاعلانات لازم تتوافق مع سياسات ومعايير الشركة الام اللي هي حطاها للعلامة التجارية. واخدين بالكم انتوا؟ معرفتكش انا كده. وزادكوا بقى من الاستفزاز كمان، وانه الشركة او الفرانشايز ما ينفعش يستخدم غير المواد الدعائية اللي الشركة نصحته بيها او اللي الشركة هتوافق له عليها كتابة. يعني هو من الاخر كده ما ينفعش انه يتصرف في اي حاجة من دماغه، لا يعمل اعلان يدعم فيه حد، ولا يعمل اعلان يشجب فيه تصرفات حد، ولا يبعت سندوتشات لحد،
ولا يبعت وجبات لحد. يعني من الاخر كده انت تحت ايدينا زي الماريونيت، ما تقدرش تعمل حاجه خارج السياسات اللي احنا حاطينها لك. بس بقولك ايه، احنا مجرد توصيه بس لازم نوافق لك عليها كتابيا. طبعا العقد مليان بنود استفزازيه زي اللي بقول لكم عليها دي، لدرجه انه وصل عدد صفحاته لحوالي 64 صفحه. انتوا متخيلين العقد عامل ازاي؟ طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا اكتر عن اتفاقيه الفرانشايز بتاعتهم تقدروا انكم تروحوا تجيبوا العقد بتاعهم وتعملوا داونلود وتقعدوا كده تتاملوا فيه وانتوا بتقزقزوا لب وسهرانين. انا عملت اللي عليا وقلت لكم انه من الاخر كده الفرانشايز اللي موجود هنا في مصر ما يقدرش يعمل حاجه من غير موافقه الشركه الام، لا يقول اه ولا يقول لا. وبصرف النظر عن ان هم بياخدوا منه كام، ففعليا في كل خطوه الفرانشايز بيعملها بيدفع للشركه فلوس. لكن بقول لكم ايه، هو ما بيكسبش قليل، ما احنا برضو بنعد هناك جامد. هكتفي بهذا القدر لحد كده عشان الحساب بتاعي نازله البلاغات عليه ترف من امبارح، وبجد ما بقتش عارفه الاقيها منين ولا منين. والفيديو ده طلع لكم حرفيا من رحم المعاناه. طيب في ظل هذه المهزله حضرتك كبراند مصري المفروض تعمل ايه؟ نتكلم بقى ماركتنج شويه. اللي بيحصل دلوقتي في مصر من وعي عالي جدا جدا من منتج مصري فعلا هو ظاهره نادره جدا وما بتتكررش كتير بالشكل ده. وتعالى اقول لك ليه. عاده في مصر لما الجمهور بيقاطع منتج معين بيكون عشان حاجه من اتنين. المقاطعه دي اجباريه لان هو مش لاقي المنتج ده في السوق، وبالتالي بيضطر يلجأ للبديل المصري اللي هو بيكون غالبا مش راضي عنه قوي، او بسبب ظروف اقتصاديه مخلياه مش قادر يشتري المنتج ده. اللي حاصل الفتره دي انه الجمهور شايف المنتج متوفر في الاسواق، وجس وات عليه اوفرز، عليه عروض اوكازيون، ورغم كده هو متمسك جدا جدا بالمنتج المصري. لكن للاسف هو بيعاني جدا برضه من حاجتين: نقص المنتج المصري بشكل عام لانه مش لاقي بدايل للمنتج الاجنبي، ولو لقاها للاسف الجوده ما بتبقاش احسن حاجه. علشان كده لو انت عايز فعلا تتفوق والبراند بتاعك يكبر في عز الازمه وتستفيد من الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، يبقى انصحك انك تهتم جدا 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 برضه بحاجتين. ما هو النهارده فيديو الحاجتين. اول حاجه انك تهتم بالكواليتي بتاعتك قوي قوي قوي، وتهتم بالسعر، يعني تنزل لنا اعلى جوده باحسن سعر، لانه ما تنساش ان احنا برضو عندنا ازمه اقتصاديه. اما تاني حاجه انك تنزل بكامبين جامده جدا، حمله تسويقيه تكسر الدنيا، وتكون بتظهر منتجك في احسن صوره ممكنه. مش تروح تعمل لي شويه اعلانات كده في الهكس وتيجي تقول لي ما انا عملت اعلانات. لا 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 لا، انت الفتره دي عندك فرصه انك تخلي منتجك فعلا براند. يبقى فكرني اعمل لك فيديو يعني ايه براند. anyway من الاخر كده عشان ما حيركش، كواليتي كويسه وسعر حلو عشان الناس تتظبط، حمله تسويقيه تميز منتجك وتبينه شيك قوي 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 علشان تعوض المنتج الاجنبي. وبكده يا عزيزي اضمن لك ان انت هتبقى خلال 3-4 شهور الجايين فعلا براند قوي وفعلا علامه تجاريه الناس بتتكلم عنها، ومبيعاتك هتبقى من هنا لهنا، واسمك بجد هيكبر. ما تستخسرش في التسويق، خد مني وما تستخسرش في التسويق. انا كده قلت كل اللي عندي، معرفش بقى انتوا هتشوفوا الفيديو الاخر ولا لا. لو انت شفت الفيديو الاخر فاحب اقولك ان انت قد ايه حد غالي على قلبي، وبجد بجد هعمل لك فيديو البراند المره الجايه. يلا اشوفكم.